مش قدها. هذا اللي كان على صدره وقع عند قدميه كميت، وقع عند قدميه كميت. أقاموا المسيح كده، قال له قوم يا يوحنا قوم، وضع ايده عليه يهديه شويه، يديله شيء من السلام، يديله شيء من الراحه، من الطمأنينة. قال له لا تخف، أنا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين. ما قدرش يحتمل. صدقوني ما عارف في الأبدية هنحتمل نشوف ربنا إزاي، هنشوفه إزاي. ده لازم بقى بطريقة تاني. بيقول لك تاخدوا أجساد روحانية وأجساد نورانية، وهذا الفاسد اللي هو الجسد ده يلبس عدم فساد ويؤهلنا الله. عارفين اللي بيقول لك يعمل له تأهيل، واحد يعملوا له تأهيل مهني، وواحد يعملوا له تأهيل صحي، وواحد يعملوا له تأهيل من تدريبات، ولا أنا عارف يعملوا له إيه. فربنا يعمل لنا عملية تأهيل، إن يغير شوية من طبيعتنا عشان نقدر نشوفه، عشان نقدر نعرفه. دلوقتي ما نقدرش. يعني تيجي في الأبدية وربنا يبص لك كده تقع عند قدميه كميت وتفضل ميت؟ لا، ما الموت راح خلاص. ده أنت هتقوم دلوقتي، هيديك طبيعة تستطيع بيها تعرف شيء من معرفة. هذا غير المحدود. فاحنا نسيب ربنا ده كله ونقعد نلعب في التراب؟ ما هو اللي منشغلين بالماديات دول بيلعبوا في التراب. واحد بينشغل بالمال، واحد بينشغل بالوظيفة، واحد بينشغل بالشهادات، واحد بينشغل بيلعب في التراب. كل الحاجات دي تراب في تراب. شخصيته الترابية بتلعب في التراب. تقول له امتى تسيب التراب؟ يقول لك لما هذا الفاسد يلبس عدم فساد، لما الجسد المائت يلبس عدم موت، لما الغمامة اللي بتغطي الروح وتحجب رؤيتها، غمامة المادة دي، تنقشع وروحك تبتدي تاخد عدلها وتاخد قدرتها وتاخد اعتبارها وتاخد سيطرتها، تبتدي تبربش بعينيك بقى شوية وتشوف حاجة من ربنا. وربنا يقوي الشبكية الروحية بتاعتك، البصيرة الروحية بتاعتك، عشان تشوف أكتر. ده لسه بدري علينا خالص. احنا لسه بنلعب في التراب، لسه بننشغل بالمادة، بننشغل بالذات، بننشغل بالجسد، بننشغل بالأكل بالشرب، بننشغل بحاجات كلها تراب في تراب في تراب. أنا قلقان حبيبي دلوقتي. خلصنا لسه شوية دلوقتي. 10 دقايق. 10 دقايق. قربنا. الله غير المحدود، غير المدرك، غير المفحوص. يعني ما تقدرش تفحصه، ما تقدرش تعرف عنه حاجات كتيرة. قدرة الله فائقة تشمل كل شيء. لذلك لما أنت تكون في حماية إله قادر على كل شيء تشعر بالإطمئنان، تشعر بالإطمئنان. تقول له يا رب إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر لأنك أنت معي. ما دام أنت قادر على كل شيء ما يهمنيش. أترمي في جب الأسود، إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. لا، ده أنا هنا أقول لكم ملاحظة، ده مش ربنا اللي سد أفواه الأسود، ده أرسل واحد من عبيده، واحد من ملائكته، قال له تحط إيدك كده تسد أفواه. حاضر يا مولاي. ملاك من ملائكته يسد أفواه الأسود. الله قادر على كل شيء. يقول لك يترمي ال3 فتية في أتون النار. إيه يعني أتون نار؟ ده أتون النار ده يخوف العيال الصغيرين، لكن عند ربنا امشوا جوه أتون النار ولا يجرى لكم حاجة، ولا رائحة النار تبقى في ملابسكم، ولا يشيط جزء من نسيج ملابسكم، ويتمشى معهم كده. ايه قدرتك يا رب العجيبة. ما دام انت مع ربنا ما يهمكش ابدا.
ده قادر على كل شيء. يبلعك الحوت ولا تموت، مش هيجرى حاجة، والحكاية بعد شوية تفوت وتلاقي الحوت رماك وطلعت تمشي وراه. ده يونان قعد يصلي جوه الحوت، انا عارف بيصلي ازاي ده. عنده ايمان ان ربنا قادر على كل شيء. هيقول له يا حوت الفظه بره، يلفظه بره يلاقي نفسه راح لنينوى. ده شغل ايه ده؟ ما دام انت ماشي مع ربنا القادر على كل شيء ما تخافش ابدا. حتى لو جعت يرمي لك المن والسلوى ولا حاجه. وثيابك لا تبلى مدى 40 سنه، اجرى لك ايه؟ يهجم عليك الناس، يشق لك في طريق في البحر، تمشي جوه في البحر والموج على يمينك وعلى شمالك. ايه ده يا رب؟ اتفرج على المناظر. ربنا قادر على كل حاجه. عايز ميه ومش لاقي، اضرب الصخره تطلع ميه. ايه يا رب الحكايه دي؟ ربنا قادر على كل شيء. انت ما دام في رعايه ربنا ما يهمكش ابدا. يعني تشعر انك في حفظ قوه غير محدوده. بطرس لما لقى المسيح ماشي على الميه قال له امشي معاك، قال له تعال، لقى نفسه ماشي على الميه، بص للموج هايج خاف، قال له بتبص الموج؟ بص لي انا. ما تبص الموج تخاف، لكن تبص المسيح ما تخافش. مد ايدك مشيها على الميه. ايه دي؟ قادر على كل شيء. ما دام انت مع ربنا ما يهمكش ابدا. زي المرأة اللي قالت ألمس ثوبه يجف الدم النزيف اللي بقاله 18 سنة، مجرد لمس الثوب. ازاي؟ قوة عجيبة خرجت منه. زي مثلا يقول لك ايه؟ لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء. ولا يجرى حاجة ما دام ربنا معانا. يقول لك ايه؟ نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجوه. العصفور يقدر يكسر الفخ؟ ما يقدرش، ده بيتكسر بقوة علوية جاية من فوق. ما دام انت مع ربنا تشعر بانك في حماية هذه القدرة العجيبة.